أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات هافينز كيتشن. النهاردة هنعمل وصفة بالجلاش، بس أسهل بكتير من الطريقة التقليدية اللي كلنا عارفينها، وما بتاخدش أي وقت في تحضيرها، وطعمها حلو جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحتاج لفة جلاش ونقطعها شرايط بالشكل ده، وناخد نص الكمية ونفرشها في بايركس أو صينية نكون دهنينها بالزيت، ونضيف 50 جرام من الزبدة السايحة ونوزعها كويس على الجلاش. وبعدين نحط فلفل أخضر وأحمر متقطعين صغير، وزيتون أخضر أو أسود أو ميكس من الاتنين، ونحط طبقة من البسطرمة، أو ممكن بدل البسطرمة نحط لانشون أو أي نوع كول كات تحبوه. وبعدين نحط طبقة من الجبنة الشيدر المبشورة، ونغطي بالنص التاني من الجلاش، ونصب 50 جرام تاني من الزبدة السايحة. ودلوقتي هنجيب بيضتين ونحط عليهم كوباية لبن ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونضربهم كويس مع بعض ونصبهم على الجلاش. ونغطي بطبقة تانية من الجبنة الشيدر المبشورة والفلفل الألوان والزيتون. وآخر خطوة نرش على الوش خليط من السمسم وحبة البركة والزعتر، وندخلها الفرن متسخن من قبل كده على 180 في الرف الوسطاني لمدة 50 دقيقة. وبس خلاص كده صينية الجلاش الحادق بتاعتنا بقت جاهزة. وطبعا الإضافات في الوصفة دي كلها اختيارية حسب الذوق. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتس، ولو عجبتكم ما تنسوش السبسكرايب والجرس واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.